أهلا وسهلا أصدقائي المتورين. النهاردة هنتكلم عن الكونكاتينيشن. والكونكاتينيشن ده كل معناه أو كل اللي احنا هنتكلم عنه ازاي نضم كذا حاجة في حاجة واحدة بحيث إن هي تبقى حاجة واحدة في الآخر نقدر إن احنا نتعامل معاها كوحدة واحدة بس. ففي الفيديو ده هنتعلم ازاي نلزق أو نضم حاجتين أو أكتر في بايثون زي كلمات أو لستة أسماء عشان نعمل حاجة واحدة بس. وهنشوف إن علامة الزائد هي أسهل طريقة، بس مش دايما أحسن طريقة إن احنا نعمل بيها الكونكاتينيشن، خصوصا لما الشغل يكبر. وهنطلع من الفيديو ده عارفين امتى نستخدم كل طريقة عشان نطلع بأكفأ كود. أول حاجة هنتكلم عن ضم الكلمات أو السترينج concatenation. أول حاجة في السترينج concatenation هنتكلم عن الطريقة أو المفهوم بتاعها. المفهوم بتاع concatenation هنا إن إحنا عندنا في طريقة الزائد أو في الميثود بتاعة الأوبريتور بتاع البلس، عندنا إحنا نقدر إن إحنا نضم كلمتين string عبارة عن string type، نقدر إن إحنا نزودهم على بعض من خلال البلس. يعني مثال، لو أنا عندي variable اسمه x زي هنا بالظبط اسمه first name ومثلا بيساوي hello دي هنحط لها two quotations عشان تبقى string، وهو ده اللي إحنا اتكلمنا عنه قبل كده. طيب ولو حطينا ال y بتساوي here وعايزين إن إحنا نضم الكلمتين دول على بعض، نقدر إن إحنا نعمل إيه؟ هنجيب الأول الفاريبل الأول اللي إحنا عملنا له declaration وبعديها الفاريبل التاني، وبعديها إن إحنا نبدأ نحط ما بينهم زائد ونحط ما بينهم مسافة x y، وبكده نقدر إن إحنا ناخد hello here على نفس السطر وما بينهم مسافة. وهي دي فكرة الأوبريتور بتاع البلس، إن هي أبسط طريقة والأكثر قراءة إن إحنا نقدر نضم بيهم كلمتين أو ثلاثة. لكن في حالة إن إحنا عندنا أكتر من كلمة هتبتدي إن هي تظهر مشكلة عندنا، ومن هنا هنبدأ نفكر في طريقة مختلفة. دايما الزائد هي أفضل طريقة إن إحنا نزود كلمتين أو ثلاثة كحد أقصى. طبعا هنعمل declaration في بايثون لأول variable وبعديها declaration لتاني variable وبعديها نضيف الأول على التاني ونعمل ما بينهم print. أول حاجة هنبدأ وليكن إن إحنا عندنا variable اسمه x ده بيساوي hello زي ما إحنا قلنا قبل كده. لو إحنا عايزين نزود، إحنا عندنا في كلمتين عايزين نزودهم مثلا here، وعايزين نزود الكلمتين دول على بعض. في طرق كتيرة إن إحنا نقدر نعمل الطريقة إن إحنا نزود الكلمتين على بعض، لكن إحنا عندنا أسهلهم إن إحنا نزود ما بينهم بلس. فبالتالي لما إحنا نعمل print وبعد كده x وبعد كده بلس ومسافة، نحط المسافة بتاعتنا وبعديها بلس وبعديها y، هتطلع لنا الكلمة اللي إحنا عاوزينها. فبالتالي الناتج أو الأوتبوت بتاعنا هيطلع hello here. نعمل run هيطلع عندنا hello here. طيب تمام حلو أوي. لو بقى عندنا 3 كلمات مثلا hello here مثلا and there، في الحالة دي هنزود برضو نفس الفكرة، هنزود الزائد بتاعتنا وبعديها مسافة وبعديها الزائد وبعديها الزد، فبقى عندنا 3 كلمات. تمام حلو أوي، الموضوع سهل ولطيف جدا. طيب لو أنا عندي مثلا أكتر من كلمة وليكن إن أنا عندي 5 أو 6 كلمات، هل من البديهي إن أنا كل مرة هفضل إن أنا أزود x بعديها y بعديها z وبعديها f وبعديها هكذا لغاية وكل مرة أزود ما بينهم مسافة بالطريقة دي؟ أكيد مش دي الطريقة العملية عندنا. بالتالي بدأ عندنا إن تظهر مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن أنا لو عندي 1000 كلمة وعايز ألزقها الطريقة دي هتكون بطيئة جدا معايا، لأن الكلمات في بايثون ما بتتغيرش عشان هي immutable. فبالتالي كل مرة بستخدم فيها لازم الفاريبل لازم إن أنا أزوده بزائد. فبالتالي بايثون في حالة السترينجز بتعمل كلمة جديدة خالص في الذاكرة وتنسخ القديم فيها، وده بيهدر وقت وبيهدر كمان من الذاكرة. نرجع للسلايدز بتاعتنا. يبقى بالتالي أنا لو عندي أكتر من كلمة هنلاقي إن إحنا عندنا مشكلة. السلايد اللي بعد كده بتوضح المشكلة دي. إن أنا مثلا لو كان عندي Python is awesome، عايزين إن إحنا عندنا operation بتاعة الأوبريتور اللي هي البلس، وعاوز إن أنا أضم أكتر من كلمة وليكن إن أنا عندي 3 كلمات. في الحالة دي أول مرة هجمع Python و is، هيبقى عندي في 2 variables وهيبقوا موجودين عندي في الآخر في مكان واحد. بعد كده هجمع عليهم الكلمة التالتة اللي هي awesome، فبقى عندي كام مكان؟ أدي 1 في الميموري، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5 اللي هو الناتج. فبالتالي هنلاقي إن الطريقة بتاعة البلس هنا أو الطريقة بتاعة الكونكاتينيت باي أوبريتور هنلاقيها إن هي من أبطأ الطرق. وكمان لو أنا مثلا قررت إن أنا أزود رقم زي رقم 2،
هالاقي إن أنا عندي مشكلة بتطلع لي بتعمل لي raise اسمها type error، إن أنا ما أقدرش أزوّد كلمة ورقم. يعني مثلًا لو أنا عايز أقول إن أنا عندي الversion بتاع بايثون ده 3.13، هالاقي إن أنا عندي مشكلة إن أنا أحط الرقم ده أصلًا كfloat جنب الكلمة، وكل مرّة هنلاقي إن هو بيطلع لي type error. ومن هنا جه حل المشكلة، إن إحنا عندنا ظهرت مفهوم جديد اسمه concatenation with join. الconcatenation والjoin هي method بتقدر إن هي تجمّع الكلمات اللي عندنا، وتقدر إن هي تجمّعها على طول في كلمة واحدة من غير كل اللفة اللي إحنا لفيناها قبل كده، وإن هي تحجز كذا مكان لكل حاجة. فبالتالي أقدر إن أنا أحط الكلمات بتاعتي كلها جوّه list، ومن خلال الlist دي أبدأ إن أنا أعمل لها join. فبعد ما يتعمل لها join تظهر الكلمة على طول. فبالتالي موضوع الjoin ده هي طريقة بيستخدمها المهندسين، وهي أسرع وأحسن أداءً لما يكون عندك لستة فيها كلمات وعايز تضمها في كلمة واحدة. هنلاقي إن هو بيحسب حجم الكلمة النهائية مرة واحدة، وبعدين بيعمل الكلمة الجديدة في خطوة واحدة بس بكفاءة، على عكس اللي فات كان بيعملها على كذا خطوة. ونقدر إن إحنا نستعمل السيبريتور أو المسافة أو الحاجة اللي هي ما بين كل كلمة، نقدر إن إحنا نستعملها بكذا طريقة. هي مثلًا هنا بقت مسافة، ممكن نخلّيها مثلًا داش، ممكن نخلّيها سلاش، ممكن نخلّيها دوت، ممكن نخلّيها كوما فتبقى مثلًا CCV وهكذا. يلا بينا نجرب. لو عندي مثلًا لِستة وليكن list of words، واللِستة دي جواها مثلًا مازن، محمد، وكريم، وعايز إن أنا أجمع الكلمات دي كلها في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. أقدر أعمل إيه؟ أقدر إن أنا أخرّج الresult بتاعتي result equal وبعديها المسافة بتاعتي، وليكن المرة دي إحنا هنخلّي إن المسافة اللي ما بينهم هتتبدل بداش، وبعدين نعمل dot join، وبعد كده نحط الlist of words. الناتج اللي هيظهر عندنا إن إحنا هنلاقي مازن وبعديها داش وبعديها محمد وبعديها داش وبعديها كريم. طبعًا عشان إحنا ما حطيناش result نعمل print، نحط الresult جوّه print عشان يظهر لنا الكلام في الconsole. هنلاقي إن أنا عندي ظهر مازن، محمد، وكريم. طيب تعالَ بقى نفكّر كده ونغيّر مثلًا محمد دي نخلّيها 2. تفتكر إيه اللي هيحصل؟ هيظهر عندي برضه نفس الtype error، إن أنا عندي هو بيعمل expected ل1 item string instant، وهو بيقول لي إن أنا عندي int not found. فبالتالي نفس الفكرة بتاعة اللي فاتت. طيب هل أنا لو غيّرتهم وخلّيتهم مثلًا كلّهم أرقام، تفتكر إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي إن أنا برضه عندي نفس المشكلة. فبالتالي أنا حالة إن أنا باعمل join فباعمل join على الstrings بس، ما أقدرش إن أنا أستعمل حاجة مثلًا زي الأرقام. لكن إن أنا برضه أقدر إن أنا أحط الرقم ده ما بين الstring هالاقي إن هو اتعامل معايا بشكل طبيعي. لو حطيت ال2 حطيت ال3 كلّهم كstrings هنلاقي إن هو طلع لي 1، 2، 3 من غير أي مشكلة. فبالتالي هنكتشف هنا إن إحنا برضه عندنا في شوية مشاكل مع الjoin في حالة إن إحنا بنجمع كذا كلمة. إحنا ما نقدرش إن إحنا نجمع عليها أرقام. ومن هنا جت عندنا الحل التالت وهو الf string. هنتكلم الأول عنه بشكل نظري، نفهم هو فكرة الf string. الf string هو حالة أو حاجة إحنا بنقدر إن إحنا نستعملها method إحنا بنقدر نستعملها عشان نفهم الجملة بشكل واضح. وليكن مثلًا أنا عندي اسم بتاع Gemini، ومين ما يعرفش الAI اللي ظاهر حاليًا. الversion بتاعه مثلًا كان في الوقت ده 2.5، ممكن بعد كده مثلًا يكون 2.8 يكون 3.5 وهكذا. فأنا مثلًا عايز أخلّي إن الAI ده يطلّع جملة إن هو يقول لي أهلًا أنا، وبعديها يقول اسمه وبعديها يقول الversion بتاعه. تفتكر أنا هاقدر أحط الكلام ده هنا إزاي؟ لو فكرنا فيها كمربعات وformatting هنلاقي إن الf string فكرته بسيطة جدًا، إن هو بييجي ويحط عندنا بدل كل مكان فيه curly bracket نحط فيه الvariable بتاعنا، وبعد كده يدّينا الناتج اللي إحنا عايزينه. فبالتالي إحنا أول حاجة بنفتح الجملة بf اللي هي الf format، وبعديها الstring بتاعنا، وبعديها بنبدأ إن إحنا نقول الcurly bracket نحط الcurly bracket في وسط الجملة، نكتب الكلام بتاعنا ونحط curly bracket وسط الجملة،
وهيجيب لي الكلام هنا. فبقت مثلا الجملة دي hello I am name اللي هو ده اللي هو بينوب عن ده، فهيبقى مثلا ده هيرجع عندي كده يقول لي ده انا جيميناي، وبعديها فيرجن، وبعديها الفيرجن اللي هو 2.5، وبعديها يحط هنا، يجي هنا ويحط 2.5. فبالتالي لو فكرت في الموضوع ده هلاقي ان هو حل المشكله اللي الجوين معرفش يحلها، وهي ان احنا نقدر نجمع string، او ان احنا نقدر نعمل string ونعمل integer مع بعض في نفس الوقت. ونفس الفكره هنكررها بنفس الطريقه مع الليست. هنفكر برضو في مرحله الكونكاتينيشن في الليست. هنلاقي ان الليست احنا بنقدر ان احنا نضم، وطبعا الليست دي من اهم الحاجات اللي عندنا عشان هي كل حاجه مبنيه عليها، مثلا زي الجيسون فايلز عندنا. بعد كده لما تيجي تدرس ويب، او الداتا فريمز لما تيجي تدرس داتا ساينس او داتا انجينيرنج او داتا اناليست، وبرده الكوما سيبريتد فايل اللي هو السي اس في لما تيجي تعمل انالايزنج لاي حاجه موجوده عندك، تدرك ان ده كله اصلا في الاصل كان ليست، عبارة عن ليست. فبالتالي حتة الكونكاتينيشن دي مهمة جدا، عشان لو احنا عندنا أكتر من ليست أو أكتر من تيبل، إن احنا نقدر نجمعهم في تيبل واحد عشان نطلع منهم الحاجة اللي احنا عايزينها. فبالتالي الكونكاتينيشن هنا في الليست هنلاقيها نفس الفكرة، ما اختلفتش كتير. طيب ايه فكرتها؟ إن احنا دلوقتي عندنا بنضم ليستتين على بعض، وليكن عندنا في الحالة دي إن احنا عايزين نجمع ليستة واحد والليستة اتنين. يلا بينا نفتح الفي اس كود. أول حاجة وليكن الليستة الأولى بتاعتي مثلا list 1 equal وليكن مثلا 1 و2 و3، وعايز أزود مثلا الليست رقم 2 هتبقى 4 و5 و6. لو أنا مثلا عايز لستة واحدة في الآخر إن هي تكون فيها الجزئيتين، أخلي result list اللي هي result list عندي أخليها equal إيه؟ أخليها equal list 1 زائد list 2. فبالتالي لما يجي أطبع ال result list هلاقي عندي إن هي في الآخر جابت لي الليستاية الأولى زائد الليستاية التانية، زودت الأرقام على بعض وحطيتهم لي في ليست واحدة. الطريقة دي طبعا لو احنا فكرنا فيها فهي مستهلكة جدا للداتا اللي عندي، أو مستهلكة جدا للميموري. احنا طبعا عندنا، نرجع تاني للسلايدز. عندنا دلوقتي لو لاحظنا الشكل البياني ده أو الشكل ده، لأن أنا عندي الليست الأولى موجودة في variable أو موجودة في مكان في الذاكرة، والليست التانية موجودة في مكان تاني في الذاكرة، وبعد كده طلعت لي ليست تالتة موجودة في مكان تالت في الذاكرة. فبالتالي هنلاقي إن هي بتاخد ذاكرة كبيرة. وكمان الcombined list لما بنعمل concatenation بالبلس اوبريتور بنلاحظ ان احنا عندنا الليست الاولى مكانها زي ما هو ما بتتغيرش. يعني مثلا لو انا عملت هنا كده print list 1 هنلاقي ان هي ما اتغيرتش ولا مثلا اتعدل عليها، وفضلت زي ما هي بنفس القيمة وبنفس الارقام، وانما بس ظهرت ليست جديدة. ومن هنا احنا عندنا برضو مشكلة، ان احنا كل الحاجات اللي احنا بنفكر فيها لازم تكون computing efficient. يعني ايه computing efficient؟ انا دلوقتي لو في اكبر السيستمز اللي هي موجوده عندنا بتكون عباره عن شويه تاسكس صغيره زي اللي هي موجوده هنا بالظبط، وبعد كده بتبدا ان هي تكبر 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 لغايه ما تكون لي السيستم بتاعي كامل. فبالتالي لو في حاجه بتحسب بالطريقه الصعبه دي، او ان هي بتقدر ان هي تاخد computing resources عاليه، فبالتالي بنلاقي بعد كده ان المكعبه الكبيره عندنا او السيستم الكبير بتاعنا هنلاقي ان هو برضو بدا يعمل ديلي، بدا ان هو ياخد مساحه اكبر من المساحه اللازمه، بدا ان هو يكبر بشكل مش ملحوظ، بشكل ملحوظ عندنا، يكبر بشكل ايه كبير جدا ما نقدرش ان احنا نحتويه. فبالتالي لازم نفهم المفاهيم البسيطه اللي هي موجوده هنا عشان نبدا ان احنا لما نيجي نعمل اول تطبيق لينا، سواء كنت في اي مجال، نبدا ان احنا نعمل التطبيق بافضل صوره ممكنه. احنا هنا عندنا لقينا الاوبريتور بتاع البلس في المشكله اللي احنا قلنا عليها. طيب عشان بقى نحل مشكله الميموري طلع لنا حاجه جديده اسمها الاكستند. الاكستند عندنا هنا كل اللي هي بتعمله ان هي بتيجي بناخد الليست الاولى والليست التانية، وبعد كده بنعمل لها extend، تقوم الليست التانية محطوطة في آخر الليست الأولى، والليست الأولى تتغير تبقى هي الليست أو result list بتاعتنا. وهي دي فكرة الاكستند، إن أنا عندي حاجة iterable. يعني إيه iterable؟ إحنا عندنا في حاجتين إحنا اتكلمنا عنهم في الدرس ده اللي هو immutable و iterable. immutable ده يعني شكل ثابت مقدرش إن أنا أعمل عليه loop، أما ال iterable هو حاجة أنا أقدر أعمل عليها loop وأقدر إن أنا كل مرة أجيب لها value.
يعني بالتالي هنا مثلا الاندكس بتاعها بزيرو وده الاندكس بتاعها بواحد. وبعد كده هنتكلم عن فكرة الاتربل والاميوتبل في الحلقات اللي جاية لما نتكلم عن الليست بالتفصيل. دلوقتي هنتكلم عن الاكستند. ايه هي فكرة الاكستند؟ الاكستند دي ان احنا بنيجي في اول variable او الليست بتاعتنا مثلا متكونة من A و B، واحنا عايزين نزود عليها الليست اللي هي B، فهنزود عليها C و D، فتقوم ان هي بدل ما هي تروح عاملة ليست جديدة، لأ تاخد الليست B وتقوم مزوداها على الليست اللي هي موجودة في الأول وبعديها تدينا ريزلت، فبقت ليست A بدل ما هي كانت A و B بقت A و B و C و D. هنلاحظ إن ال plus equal operator بيوافق أو شبه جدا ال extend في طريقة الشغل بتاعته، بحيث إن هو كل مرة بيزود الرقم عندي، وبعد ما بيزود الرقم بيبتدي إن هو يعمل له equal، فبيقول له أنت بقيت بدل ما كنت مثلا x plus واحد و x في أول مرة كان باتنين مثلا، فبقى هنا في الحالة دي بقت تلاتة، فهيقول إن ال x بتلاتة ويبتدي إن هو يعيد نفس الدايرة. فهو كل مرة بدل ما بيطلع لي الناتج في حتة، لأ هو بيطلع لي الناتج جوه الفاريبل بتاعتي زي ما هو عمل هنا. يلا بينا نعمل الكود بتاعنا. لو أنا عندي list 1، list 1 دي فيها زي ما احنا قلنا A و B، وعندي list 2 نلاقي مثلا فيها C و D، وعندنا result، أو ممكن حتى ما نعملش result، نخلي إن احنا عندنا list 1 dot extend وبعديها نحط list 2. بعد ما نعمل list واحد dot extend list 2، نجرب إن احنا مثلا نطبع الليستة الأولى نشوف هل هي اتغيرت ولا فضلت زي ما هي. هنلاحظ إن الليستة التانية بتاعتنا ظهرت عندنا ب A و B و C و D زي ما احنا توقعنا، فهي بدل ما هي كانت في الأول كده راحت خدت ال C وال D وراحت ضافتهم في الليست الأولى على طول، وبالتالي هنلاحظ إن احنا عندنا دي هنلاقيها أكتر efficiency في الداتا أو أكتر efficiency في الطريقة في التعامل. تمام. بعد كده هنيجي إن احنا نقول إيه هو الفرق بين الأوبريتور وإكستند. هنلاقي إن الأوبريتور زي ما قلنا هو بيبقى ليست وليست وبعدها جمعناها في ليست تالتة، فبالتالي احنا عندنا تلات أماكن احنا حجزناهم في الداتا. أما بالنسبة للإكستند هنلاقي إن هما ليستين بس، والريزلت اتحول أو إن هو اتحط في الليست هي الأولى، فبالتالي هنلاقي إن هو أقل في الذاكرة. الأول بيعمل موديفاي الليست أو إن هو بيعدل على الليست، التاني بيسيب الليست زي ما هي بالداتا بتاعتي زي ما هي. بعد كده هنتكلم عن ال unpacking operator. ال unpacking operator هو حاجة احنا بنقدر إن احنا نستعملها عشان إن احنا نعمل unpack لليست. يعني أنا مثلا لو أنا عندي الليست الأولى والليست التانية، الليست الأولى والليست التانية هنلاحظ إن هي في square brackets اللي هي العلامة بتاعة الليست، ونلاحظ إن هنا برضو في square brackets اللي هي العلامة بتاعة الليست التانية. طيب أنا لو عايز أزودهم في ليست تالتة أقدر إن أنا أعمل إيه؟ لو أنا مثلا حطيت زي ما قلنا كده ال50 في النص، وبعدين كده قررت إن أنا أحط الليست الأولى والليست التانية معايا في نفس الليست الجديدة دي، من هنا يجي الأوبريتور بتاع الأستريك. والاستريك اوبريتور كل فايدته او الشكل بتاع النجم ده كل فايدته ان هو بيعمل لي امباكنج للليست، فبيخلي الليست بدل ما هي كانت عباره عن كاركتر واحد او كانت عباره عن بلوك اوف كود واحد او بلوك لاين واحد، لا هي بقت بعد كده اتحولت لبابلز، كاني بقول ان هي دي بقت 10 لوحدها ودي بقت 20 لوحدها، وبعديها بنلمهم وبحطهم في الايه في الليست الجديده على طول. وهي دي فكره الامباكنج. يعني احنا لو فكرنا في فكره الامباكنج بشكل سريع هنعرف إن هي عبارة زي ما إحنا بنستخدم علامة النجمة جوه عشان نعرف لستة جديدة عشان تفك عناصر في لستة تانية أو مصفوفة تانية جوه اللستة الجديدة دي. هنلاقي إن هي الميزة بتاعتها إن هي مختصرة ومرنة، وممكن نحط لستات كتيرة جدا جواها بطريقة بسيطة وسهلة جدا. في النهاية حابب أقول الفروق ما بين التلاتة بسيط جدا. أول حاجة نتكلم عن السترينج concatenation بلاي بوك على السريع كده والكونكلوجن. إن أنا عندي الأوبريتور بلس أوبريتور نقدر إن إحنا نستعمل لو إحنا حابين إن إحنا نعمل جوين لاتنين أو تلاتة سترينج، فنلاقي إن هو أفضل طريقة إن إحنا نعمل الطريقة دي.
في الجوين لو احنا عندنا اكتر من داتا سيت موجوده او اكتر من سترينج واحد اقدر ان انا عايز اجمعه، فهعمل الجوين دي اسهل وافضل طريقه لو انا عايز اعمل بالك كونكاتينيشن. اما الاف سترينج لو انا عايز اغير، لو انا عندي مثلا variables وعندي كذا حاجه تانية مثلا زي تابل سترينج ديكشنري، حاجه من داتا تايبس مختلفه، اقدر ان انا اعمل لها اف سترينج عشان تقدر ان احنا نقرا الكلام اللي هو مكتوب فتبقى ريدل. ده بالنسبة للstring concatenation. أما بالنسبة للlist concatenation هنلاقيه شبهه شوية في المفهوم وفي الفكرة، بس الفكرة التانية إن هو بيتعامل مع الليست. فالبلس اوبريتور برضو نقدر إن احنا نستعمل list أو تانية بشوية أرقام، نقدر نستعمل البلس اوبريتور. أما بالنسبة لو احنا عندنا كذا list فنقدر إن احنا نعمل لها extend. طبعا الاكستند هنلاقيها إن هي كمان أفضل من الاوبريتور بتاع البلس من حيث الميموري efficiency، إن هي أجمل في يعني من ناحية الميموري هنلاقيها إن هي أفضل من ناحية الميموري. اما بالنسبه للبلس اوبريتور هنلاقيها ان هي افضل من ناحيه ان هي بتحافظ على الليست بتاعتنا او بتحافظ على البريفيوس داتا لو احنا حابين ان البريفيوس داتا تبقى موجوده. اما بالنسبه للام باكينج فهي طريقه سهله ومرنه ان احنا نقدر ان احنا نحط كل حاجه في ليست جديده بطريقه سهله ومبسطه. في النهايه حابب اقول لكم ان احنا مش لازم نحتفظ بطريقه واحده بس او نحفظ طريقه واحده بس ونفكر ان هي افضل طريقه موجوده عندنا، وانما المفروض لازم نفهم الفكره العامة أو الفروقات العامة ما بين إن أنا هل أنا محتاج الأداء ولا محتاج إن أنا أبقى قادر إن أنا أقرأ الكود. في حالات هنلاقي إن إحنا عندنا فيه performance عالي، وفي حاجات هنلاقي إن أنا عندي السنتكس والقراءة بتاعتها عالية جدا، حاجة مثلا زي الاف string والunpacking. وفي المقابل في البرفورمانس حاجة زي الجوين والاكستند. فبالتالي مفيش حاجة اسمها إن دي أفضل طريقة ممكنة، وإنما في حاجة اسمها إن أنا عندي أداء وعندي قراءة للكود، أو عندي أداء البرفورمانس، عندي البرفورمانس وعندي الامبريس مودرن سينتاكس. فبالتالي أنا هقيد أنهي بالنسبة لي أفضل. لو عندكم أي سؤال ممكن تقدروا إنكم تحطوه في التعليقات. لو عجبتكم لو عجبكم الفيديو تقدروا إنكم تعملوا لايك، اشتراك في القناة، وما تنساش زر الجرس.